أسعد الله صباحكم أعزائنا المشاهدين. نعود إليكم من جديد في برنامج بصراحة مع الحياة. أسئلة عديدة تدور في أذهان رجل الشارع البسيط وكبار السياسيين في كافة مواقع المسؤولية. الشرق الأوسط إلى أين يسير؟ هل نحن مقبلون على حرب كارثية قادمة ستشهدها دول الإقليم؟ وموضوع ثانٍ يتحدث عن غزة إلى أين؟ وما هي حقيقة مصطلح ما بعد غزة؟ كيف سيكون المشهد؟ وسؤال ثالث ومهم جدا: ما هي تأثيرات ما يشهده الإقليم على الأردن سياسيا واقتصاديا؟ كيف سيكون الحال في مستقبل العلاقات الأردنية الفلسطينية؟ وموضوع لا يقل أهمية: ماذا لو فاز ترامب وأصبح رئيسا لأمريكا؟ كيف سيكون المشهد السياسي في الشرق الأوسط؟ كل هذه الأسئلة نضعها أمام معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي الأسبق الدكتور جواد العالي. صباح الخير معالي. أهلا، صباح الفل. معاليك، الشرق الأوسط إلى أين يسير؟ الشرق الأوسط يمر الآن في مخاض، يعني هذا المخاض لا ندري ما هي تماما نتائجه، لأن كل العالم يعبث في هذا المشهد أو له مصلحة في أن يكون جزءا منه. واضح جدا أنه بعض الدول العظمى تقارب الموضوع على استحياء وتسعى لتخفيف حدة الصراع، مثل الصين، محاولات مصالحات وأمور أخرى، لكن دون الانخراط في تفاصيله. الدول الثانية اللي هي روسيا الآن موجودة في سوريا وتريد أن لا تخسر حقها في الوصول إلى المياه الدافئة عبر تركيا، ولذلك بنشوف في موقف الروسي حيال تركيا اللي هي عضو في الناتو وحيال إيران اللي هم جاراتها مهم جدا لها، لأنه الحرب الدائرة الآن أو التهديد بالحرب بين إيران وإسرائيل هو في الواقع يعطي الروس فرصة لكي يتحالفوا مع أحد الطرفين. النقطة الثالثة اللي هي ما هو ردة فعل في إسرائيل نفسها، لكن الذي يؤثر على المشهد ويسعى للتدخل بالتفصيل فيه هي الولايات المتحدة، وبعدها تأتي أوروبا، يعني خاصة بريطانيا المملكة المتحدة. هذه كلها أمور تجعل المشهد عندنا غامضا، عدا عن الأدوار العربية المتباينة. يعني في منطقة الخليج في فكر معين موجود، مش كله في كل الدول، يعني عمان لها رأي، قطر لها رأي، المملكة العربية السعودية لها رأي، والإمارات لها رأي واتجاه مختلف. الآن فيما يتعلق والكويت كمان نفس الشيء. الآن فيما يتعلق بمصر والأردن، وهما دولتان محاذيتان يعني للقضية الفلسطينية جغرافيا وعاطفيا وتاريخيا، وخاصة الأردن، نحن نعتقد بأنه هذا التأثير عليها أكثر بكثير من التأثير على باقي الدول العربية، ولها رأي واضح وهو ضرورة إنهاء الحرب، ضرورة إيقافها، ضرورة حقن الدماء، منع أهل غزة الحق في الحياة الكريمة، إعادة الإعمار، ومن ثم وضع منهج سياسي واضح للمستقبل. لكن هذا لا يعني كثرة اللاعبين، كثرة المتداخلين في المنطقة بمصالحهم المختلفة يجعل من الصعب جدا وضع تصور. لكنني أعتقد أنه إذا كنت مراهنا وأقرب إلى الاحتماليات النتائج، أعتقد بأن الولايات المتحدة هي تسعى الآن وستسعى بكل قوتها لكي تكون المرجعية الأساسية لدول المنطقة، وفي عندما يكفي من الحلفاء فيها، وكذلك ستجد طريقة لتجنب حرب شاملة، لأنه ليس من مصلحتها أن يكون هنالك حرب شاملة، لأن هذا سيفتح الباب على الدول الأخرى للتدخل، ولذلك هذا سيكون على حساب الدول الأمريكي، نعم، مثل روسيا والصين وحتى بعض الدول الأوروبية، وهذا سيكون على حساب النفوذ الأمريكي في المنطقة. فهذا رأيي أنا، ذلك يصعب التنبؤ، لكنني أعتقد بأنه
العالم ليس مستعدا أن يدخل في حرب جديدة، لأن الحرب العالمية الثانية دخلنا عليها القنبلة النووية، الحرب العالمية الثالثة إذا صارت بدنا ندخل عليها الفضاء، والحرب إذا صار حرب عالمية رابعة بنحاربها بالفوس والمجاريف، يكون العالم انتهى يعني. عليكم هناك حديث أو مصطلح بدأ يتردد منذ حوالي شهرين إلى 3 ما بعد غزة. فهو حقيقة هذا المصطلح وكيف سيكون المشهد؟ نعم. شوف سيدي، إذا كانت الحرب في غزة يعني هي استمرار أو نتيجة منطقية لممارسات إسرائيل والأمريكان في المنطقة وتجاهلهم للحق الفلسطيني فهذا شيء. وإذا كانت حرب غزة قد استقصد يعني إحداثها ودفع الأطراف لأن تدخل فيها، فمعنى هذا أنها هي تستخدم وسيلة من أجل خلق ما يسمى اللي كانت تسميه كونداليسا رايس فوضى في المنطقة يسيطر عليها من حرك المشهد، ولذلك هو سيتحكم في النتائج أو يكون أقرب إلى التحكم في النتائج. أنا ميال أن أقول هي جزء من يعني كلا النظريتين صحيح. يعني أنت لما تكون مستفز وواقع تحت الظلم وكذا في عندك استعداد أنك تستجيب إذا وجدت الفرصة مواتية. في نفس الوقت لكن أنت لا قد تغفل عن نوايا الأطراف الأخرى التي ستجد في هذا فرصة لها كما حصل في الربيع العربي. صحيح. لذلك أنا في تقديري أنه إحنا يعني ما يجري قد لا يكون مخططا بتفاصيله، لكنه واضح جدا أنه في حدا يريد أن يستفيد من هذا الوضع، يريد أن يسيطر على المنطقة، يريد إعادة ترتيبها بطريقة تضمن له مصالحه. معاليكم أمام كل هذا المشهد وحرب وعدوان على غزة، تهديد من إيران بضرب إسرائيل وتهديد من فصائل أخرى تتبع لإيران بضرب إسرائيل، كل هذه المعطيات وأمام هذا المشهد ما هي تأثيرات السياسية والاقتصادية على الأردن؟ سؤال ممتاز سيدي، وهذا اللي هو يدور في ذهن كل مواطن أردني. ماذا لو قامت حرب؟ ماذا لو أصبحت هذه الحرب شاملة؟ ماذا لو طالت؟ هل سيكون الأردن جزءا منها؟ هل سيكون قادرا على الوقوف موقف المحايد وتجنب الصراع حفاظا على نفسه ومستقبله؟ هذه كلها أسئلة تدور في ذهن المواطن الأردني. سيدي، أولا خليني أبدأ لك في كتاب صدر حديثا اسمه أن تخسر عدوا، وهو يقول بأن الكتاب وكاتبه أصله يعني فارسي، يقول هذا الكاتب أن إيران وإسرائيل بحاجة لبعضهم البعض كأعداء، وليس عندهم استعداد لأن يخسروا هذا العدو. السبب لأنه اتخاذ هذا العدو هو الذي يعطيك ضمانة بأنك عندك الوسيلة لتحقيق أهدافك. بالنسبة لإيران القضية الفلسطينية هي القضية التي يتبناها بقوة لأنها مدخل إلى قلوب كل العرب، يعني نحكي بصراحة. لذلك السؤال هي لابد أن تعين نفسها هي مضاد لإسرائيل، أن ما لم يستطع أن يقوم به العرب هي قادرة على القيام به وعلى التحدي الإسرائيلي، ولذلك يبرر وجودها ونفوذها داخل 4 عواصم أو 4 دول عربية. يعني إعطاء إيران حجم أكبر من لا، وليس حجمها، هي بدها تكبر بحكم بعد الثورة وبعد هذا. الآن في عندك في طبيعة الشعب الإيراني صار في ما يسمى بعض الأحيان عند علماء الأنثروبولوجي أو التطورات المجتمعية إنه المجتمع يتطور إلى مشان يخلق لنفسه هوية جديدة وهوية نضالية وهوية دينية. هو بحاجة إلى عدو زي إسرائيل لإنقاذ الأماكن المقدسة، لنصرة العرب في هذا الموضوع، نصرة المسلمين في هذا الأمر.
إسرائيل تريد من إيران عدوا، لأنه هذا عنده قنبلة نووية، وهذا بيهدد وجود الدول العربية وبيهدد دول الخليج ويريد السيطرة عليها، فلذلك تجد فيها عدوا يمكنها أيضا من تحقيق بعض أهدافها وتبرير أعمالها العسكرية العدوانية بأنها تحارب ما يسمونه بوكلاء إيران في المنطقة. لذلك كلاهما بحاجة إلى هذا. لأن أمام هذا المشهد إذن هو غياب ما يسمى العمل العربي. يعني حتى الآن ماذا عملت الجامعة العربية؟ ماذا عملت حتى المنظمة الإسلامية؟ لا شيء. إذن معنى هذا تركنا الأمور نحن إلى جهات أخرى لكي تنفذ. لا، بالنسبة للأردن، الأردن يعلم تماما أهميته بالنسبة للمنطقة. السبب ليه؟ لأن الأردن له أطول حدود مع إسرائيل. إسرائيل تراقب المشهد الأردني عن كثب ولا تريد له إلا أن يبقى لا هو قوي اللي يعني يشكل تهديد إلها، ولا هو ضعيف بحيث أنه يسمح لوكلاء ما يسمونه وكلاء إيران بالدخول إليه بحجة الدفاع عن فلسطين وعن أهل فلسطين. ولذلك الأردن قال سنقطع هذه النظرية. لماذا؟ لأنه هي مفتاح التدخل والتشويش والتخريب على الأردن، فنفقد دورنا. فكلاهما يعني في اعتباراته اللي هم إيران وإسرائيل، في اعتباراتهما أن الأردن هو بالنسبة لهم مهم جدا للتأثير على الآخر. يعني من هنا احنا يعني يجب أن نكون مستنيرين في تفكيرنا. أعتقد أن صاحب الجلالة ينهج النهج الصحيح. احنا لسنا شمشون الجبار في المنطقة، ولذلك نسعى باستمرار لأن نقول لإيران دون أن نخجل. صحيح إيران بيننا وبينهم يعني اتهامات وكلام، لكن هذا لا يمنع أن نرسل وزير الخارجية، أن يرسل جلالة الملك وزير الخارجية إلى طهران ليقول لهم أرجوكم افهموا موقفنا، نحن مدركون اللعبة، ولذلك نرجو إنكم ما تدخلوناش في تدفعوناش دفعا أو لا تعطوش إسرائيل مبررات عنا لتضربنا. هذه رسالة. أنا أعتقد هذه أهمية الرسالة. ولذلك حادث جلالة الملك بعد ذلك أو تحدث معه رئيسان، هم الرئيس الفرنسي ساركوزي بصفة أنه مهتم بلبنان وأمن لبنان وخايف عليها اللي هو ماكرون، والأمر الآخر تحدث معه الرئيس بايدن الذي لا يريد أيضا للحرب أن تتوسع لأن المصالح الأمريكية لا تتحقق بذلك. ومن هنا يعني نحن نسعى للاستفادة من فهمنا وتقديرنا لدوافع الأطراف المؤثرة في المنطقة حتى نستطيع أن نتكيف معها، بس الهدف النهائي هو أن أحمي الأردن من تصرفات كثيرة. ووجود الأردن حقيقة ساهم كثير في مساعدة أهل غزة، يعني وساعد كثيرا في أنه يقنع الإسرائيليين بعدم اتخاذ بعض الإجراءات كما حصل في المسجد الأقصى أو لما كانوا يضموا فرضا أراضي الأغوار والبحر الميت وغيره. لسه الأردن أهمية السلام الأردن بالنسبة لإسرائيل مهمة، ولذلك رغم وجود نتنياهو، رغم يعني أنه أحمق في سياساته تجاه الأردن واتجاه المنطقة كلها، لكن مع هذا نحن لا يعني أننا لا نتحرك لمنع انتشار الحرب، لمنع إطالتها، حفاظا على أهالي غزة وتمهيدا لحل القضية الفلسطينية لأنها جزء أساسي من مشاكلنا الداخلية في الأردن. معاليكم نبقى في الإقليم، نبقى في الشرق الأوسط، وموضوع يفتح الملف ما بين الحين والآخر وهو مستقبل العلاقات الأردنية الفلسطينية. حديث عن الكونفدرالية، حديث عن الفدرالية، ثم يغلق الملف ثم يعاد فتح هذا الملف. فهو المستقبل بين الأردن وبين فلسطين. أولا الشعبان ملتحمان مع بعضهما البعض، ومن الصعب أن أتخيل في يوم من الأيام أن أي أحد قادر على الفصل بغض النظر عن دوافعه وعن أهدافه وفي رؤيته لهذه العلاقة. قد يقول البعض احنا ما لنا مال القضية، احنا عندنا مشاكل بكفينا، مش قادرين نتحمل قضية فلسطين.
أوكي؟ وبعضهم يقول لا، لأنه إذا إحنا أبقينا الأمور على حالها فما هو المستقبل؟ المستقبل هو أنه إسرائيل ستمارس دورها التطرف المتطرف، وهي كل يوم في عندنا حوادث قتل واستشهاد في الضفة الغربية. هذا سيعني في الأخير ضغط، يعني خربطة ما يسمى زحزحة الشعب الفلسطيني على أرضه، مشان تمهيدا لجعله يشعر بأنه هو سواء عاش داخل فلسطين أو خارجها كل واحد بالعكس يمكن خارجها أحسن له. مع أني أنا متأكد أن الشعب الفلسطيني واعي ولا يريد الخروج على الإطلاق، ولا يوجد شواهد على الإطلاق أن الشعب الفلسطيني يريد أن يغادر. لكن ماذا وإحنا نبني الآن الفرضية ولمدة طويلة من الزمن أنه إحنا يجب أن تعلن دولة فلسطينية ولو لمدة ساعة حتى نستطيع أن تبحث دولة مع دولة أخرى في مستقبل العلاقة بيننا. لكن ماذا إذا لم تتحقق الدولة، فماذا نفعل؟ فلذلك في رأي وأنا منهم يقول بأنه حفاظا على فلسطين وحفاظا على الأردن يجب أن نعيد النظر في فك الارتباط الإداري والقانوني الذي حصل سنة 1988. حصل لظروف أعتقد أن هذه الظروف لم تعد قائمة، وبعد 36 سنة انتهينا إلى أمرين. الأمر الأول هو أن إسرائيل تعتبر أن الأراضي الفلسطينية جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل، والأمر الثاني أن الفلسطينيين المقيمين على أرض فلسطين هم مقيمون وليسوا مواطنين. وحولت الأرض إذن من أرض محتلة من قبل، كانت أراضي الأردنية محتلت من دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة، أصبحت الآن دولة يعني بسبب فك الارتباط كما يفسره الإسرائيليون أصبحت هذه أرض متنازع عليها. لذلك يا سيدي احنا نقول لا، احنا بعد 36 سنة نرى بأنه حاولنا نعمل سلام، ما صارش السلام، بذلنا كل الجهود المطلوبة. الآن آن الأوان أنه نرجع العلاقة كما كانت إلى دولة متحدة. ما عدا ذلك سيكون في هنالك مستقبل غزة، أنه غزة يجب أن ترتبط بالضفة الغربية لأنها جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين. إذا معنى هذا إذا دخلت غزة إلى إضافة إلى الضفة الغربية يصير في كلام بيننا وبين الفلسطينيين. بعد ما تكون الضفة الغربية صارت جزءا من الأراضي الأردنية نقول لهم تعالوا نشوف شو بدنا نساوي، بدنا نعمل تفسير. الأفضل أنه كل الفلسطينيين يحكمون أنفسهم إداريا داخل بلدهم والأردنيون نفس الشيء، وبعد ذلك في حكومة مركزية تبقى الشعار مملكة، ها شعار مملكة يعني دستور ملكية دستورية، الأردن يحكمها ملك هاشمي، وبعد ذلك في عنا رئيس وزراء للضفة الغربية، رئيس وزراء الضفة الشرقية، والعلاقات بيننا مفتوحة، في عنا انفتاح كامل على بعضنا البعض وغيره. هذا ممكن سيدي ما فيش مشروع، أي مشروع نعم أي مشروع سيدي في العالم يؤدي إلى منح الفلسطينيين حقوقهم لن يكون سهلا. ما فيش اسمه سهل، في شيء مشروع بتقدمه بعد ذلك تبحث في الوسائل إلى تنفيذه. يجب أن نقنع العالم أنه إحنا الأردن دولة محترمة تحترم تعهداتها، تحترم المعاهدات التي توقعها، ولسنا دولة مارقة. ولذلك في إن سمعة كويسة في العالم. هذه السمعة والآن صار في رأي عالمي مختلف تجاه إسرائيل، تجاه الاحتلال، إنه يا عمي أعطي الفلسطينيين حق في الحياة بأن يكونوا جزءا من كيان لا يهدد أمن إسرائيل، لأن إسرائيل مش راح ترضى فيه، ولكنه في نفس الوقت يؤمن للفلسطينيين إنسانيتهم وحقوقهم الأساسية، وأنه مع الوقت سيجري بعد ذلك التفاوض على كيف أنه نعيد يعني نهدم المستوطنات أو نستفيد منها أو نحولها إلى جزء من الأراضي الفلسطينية. شايف كيف؟ هذا هو الحل. وكثير من اليهود في العالم يريدون الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، اليهود يعني.
هذول كمان بقدر أكسبهم أنا إلى جانبي، رغم أن أنا نظريتهم لا تعجبني لأن نظرية فوقية عنصرية، ولكنها في نفس الوقت تحقق للفلسطيني هذه الغاية. فالفلسطيني إذا أخذ حقوقه وأصبح جزء من دولة مستقلة ذات سيادة وأنه حقوقه محترمة ومش كل يوم داخل عليه دورية وكل يوم مستشهد مجموعة من الشباب واليوم اعتداء على الأقصى، أنا بعتقد هذا هو الحل الأفضل، لأنه كلنا نسعى لهذا. لا أحد يرضى بالأمر الواقع، والخروج من الأمر الواقع يجب أن نجد له الوسائل الممكنة. في رأيي أن هذا أهم الوسائل الممكنة بس بدها وقت، مش بكرة بتصير، بس بدها وقت وبدها شغل. عليكم نحن مقبلون على انتخابات نيابية قادمة. نعم. البعض تحدث بأنه أمام المشهد السياسي والتوترات في الإقليم والحديث عن حرب قادمة كما يقولون أو كما تقول بعض الآراء بأننا قد نواجه تأجيل هذه الانتخابات النيابية القادمة في حال أن وقعت حرب. لا أعتقد أن الأردن سيؤجل ما لم يكن هنالك ظرف طارئ يخلي الناس نفسها تطلب التأجيل. أما في رأيي أن القيادة السياسية في الأردن بقيادة جلالة صاحب الجلالة لا مصممون على إتمام هذا الاستحقاق الدستوري، وأننا نحن ندخل مرحلة جديدة من التفاهم بين مكونات الشعب الأردني، وأنه في عقد اجتماعي جديد، أن الشعب له رأي وهذا الرأي ممثل في مجلس النواب كما كتب جلالته في الأوراق النقاشية السبعة. فلذلك سيدي احنا بنطبق في هذا الأمر، وعدلنا الدستور ومشينا وقطعنا خطوات وحددنا الموعد، والأحزاب صارت مسمية والكتل صارت مسمية والانتخابات بدأت على الطريق، فلماذا أوقفها؟ لن يوقفها إلا الشديد الأمر الذي يحول دون عقدها. أما إذا فيه بس بخوف من حرب أو إنه الحرب جاية، لا أعتقد إنه هذا سيكون كافيا لوقف العملية الانتخابية. عليكم تحدثت عن الأحزاب، كيف تنظر إلى التجربة الحزبية حاليا؟ لا يعني الناس أريد أن أقترح على الشعب الأردني أن يدرس تاريخ الديمقراطيات في العالم كله. هل كانت يعني في بداياتها كلها يعني كاملة الأوصاف؟ لا، لابد من تنظيمها، لابد من المرور في التجربة، لابد من إقناع الناس أنك إذا أردت أن تكون في الخدمة العامة أو تكون مسؤولا طريقك الأقرب مش الواسطة، طريقك الأقرب هو أن تشارك وتنخرط في الحياة العامة حتى الشعب يثق فيك. يكون هذا المشهد بس حتى لو طال 30 سنة يعني، وماذا أمامنا من بدائل يعني من قال إنه هذه الأمور تبدل وتغير؟ هذا تبدل اجتماعي، الناس قناعاتها الوجدانية لازم تأمن فيه، لن تؤمن به حتى ترى نتائجه، وبدها تشوفها أول مرة وتنتقدها، تشوفها ثاني مرة وتنتقدها وثالث مرة حتى نصل إلى مرحلة نكون نحن متفقون فيها جميعا على أنه هذا هو الوسيل الأفضل لاختيار من سيمثلنا، من الذي سيدافع عن حقوقنا، من هو الذي سيكون السلطة التنفيذية في البلد وكيف وتقوم بدورها وفقا للدستور. عليكم سؤال تبادر إلى ذهني الآن، روسيا والصين وهي يعني من أعضاء يعني مثل أمن الدولة، لماذا لم تستطيع روسيا ولا الصين إيقاف العدوان على غزة؟ لأن روسيا هي التي تسيطر فقط في المشرق، وتكتفي الصين أو روسيا في عقد مصالحة هنا ومصالحة. سيدي القضية هي قضية نفوذ ووجود. روسيا الصين، خلينا نبدأ بالصين، وأنا زرت أمريكا والصين وروسيا والهند كمان، اللي هي الدولة الرابعة واللي ستصبح ثالث دولة في العالم في سنة 30 من حيث الحجم الاقتصادي. زرت هذه الدول وشاركت فيها بمناسبات نقاشات سياسية عالية المستوى، واجتمعت مع بعض المسؤولين في هذه الدول. سيدي النتيجة وأن كل دولة تبحث عن مصالحها وتقيس الأمور بمصالحها. ما في حدا اليوم نتكلم عن عالم
بنتكلم فيه عن ميزان المصالح، وليس ميزان أكثر من ميزان القوى وأكثر من ميزان الرعب وأكثر من الموازين الأخرى في المصالح الاقتصادية، لأن كل واحد عنده شعبه بده يطعميه. طيب الصين تجارتها مع العالم العربي الآن هي أكبر شريك للعرب في التجارة، يعني حوالي 450 مليار دولار في السنة، وهذه مطروحة للزيادة بأعداد كمان كبيرة. الهند ارتفع حجم تجارتنا معها من 10 مليار قبل 10 سنين أو 11 سنة الآن 140 مليار. هذا عدا عن ال10 مليون هندي الذين يعملون في الوطن العربي ويحولون حوالات وغيره، وفي استثمارات عربية في الهند وفي استثمارات هندية في الخليج وغيره. طيب هذه الدول إذن بدها تحدد مصالحها معنا. مصالحها إنه العالم العربي اليوم تطلع دول زي الصين تقول لك أنا بجيني النفط من دول الخليج وإيران، ما إلي علاقة أتدخل كثير ضد إيران أو ضد هذا. يعلمون بأنه إسرائيل واللوبي اليهودي مهم جدا في داخل أمريكا، تجارتهم مع أمريكا مهمة جدا جدا بالنسبة للصين، ما راح يتخلوا عن تجارتهم مع أمريكا، وفيها وفر حوالي 500 مليار في السنة مقابل أنه يعني يأخذوا قرار عاطفي في المنطقة. الأمر الأخير أنه الأمريكان كمان أصحاب المصالح والنفوذ في هذه المنطقة إذا شافوك كثير اعتمدت على هذه الأسواق إلى درجة وصرت بتهدد مصالحهم الأساسية، برضو بصيروا يضغطوا عليك. من هنا في هذا العالم إحنا العرب أول شيء يجب أن نكون لنا هوية، ما الذي نريده من الدول الأخرى. ثانيا العلاقات تعقدت كثيرا، يعني خذ السعودية لما زارها الرئيس بايدن قصدي الرئيس ترامب بعد ما انتخب عام 2017، يعني بدأ رئاسته 2017 راح زار السعودية مزبوط أول دولة، وكان يتكلم كأنه الأخ الكبير وأنتم ناس أغنياء وأعطونا مصاري. الآن إذا ذهب إلى السعودية لن يلقى لا الترحيب ولن يلقى الموافقة على أي شيء، هذا إذا نجح. بالعكس ليه؟ لأن السعودية مش مستعدة تضحي في علاقاتها، لأنه السعودية معتمدة على روسيا بأنها جزء من أوبك بلس اللي خلت أسعار النفط مرتفعة. في نفس الوقت السعودية كمان أكبر مصدر للهند والصين بالنسبة للنفط، 40% من النفط بذهب لهدول الدولتين. طب إذا معناها أصبحت علاقاتها مع هذه الدول معقدة بحيث أنه تقدرش تخلي علاقتها مع أمريكا تكون على حساب علاقاتها مع الدول الأخرى، بدها تبحث لها عن توازن. الكل يريد أن يبحث عن علاقة متوازنة تحافظ على مصالحه الاستراتيجية، لأنه المملكة العربية السعودية التي بدأت مثلا في عملية تحديث شاملة مشان تتخلص من اعتمادها على النفط، لما النفط يخلص بحاجة إلى مال النفط حتى تتخلص من الاعتماد عليه. يعني هي كيف ستبني وتمول كل هالمشروعات؟ بدها مصاري النفط مشان تقدر يوم من الأيام تقول أنا صار عندي صناعات، صار عندي كذا، إنتاج، سياحة، رياضة إلى آخره من النشاطات المختلفة التي تعوضني عن ذهاب مورد النفط أو نقصه. ولذلك العلاقات أصبحت سهلة وتتعقد كل يوم أكثر من اللي قبله. وعليكم الاقتصاد الأردني هناك مديونية، هناك عجز في المديونية، هناك بطالة، هناك نسبة فقر كبيرة. ما هي حقيقة المشهد الاقتصادي المحلي؟ المشهد الاقتصادي معقد سيدي. ليش؟ لأنه من ناحية أنت تعلمت درسا بأنك لازم تحافظ على استقرار الدينار وقيمته عن طريق الاحتفاظ باحتياطيات أجنبية كافية، لأن كل دينار تصدره هذا الدينار مطلوب من البنك المركزي أنه يبدلك إياه بعملة أجنبية في أي وقت أنت تحتاج ذلك. من هنا يا سيدي لازم يكون عنده احتياطي كافي. احتياطي الكافي 10 أشهر. هذا طبعا شو سوى؟ خلق طلب كثير على الدينار. هلا أنت لو جيت حكيت مع الأردني شو أصعب إشي يحصل عليه؟ الدينار. لذلك الطلب على الدينار في الأردن الآن عالي جدا،
من هنا الناس بيجوا يقولوا لي يا اخي مش خايف على الدينار، بقول لهم لا، كيف بدي اخاف على سعر سلعه او سعر شيء عليه الطلب الفظيع؟ يعني كل الناس الان بقول لك ملك الموقف الاقتصادي هو الذي يحمل معه دنانير او عنده كاش كثير اردني. كيف يعني اخاف على الدينار؟ انا مش خايف على الدينار. لا، ذلك انا اقول نحن بحاجه الى شويه مرونه في السياسه الاقتصاديه. لماذا؟ مثلا تخفيف اسعار الفائده، يعني لابد من إعادة إنشاء مؤسسة تتولى دعم المشروعات الإنتاجية خالقة للوظائف. لماذا؟ لأنه أنا الآن عندي فرضا 18 مليار دولار عملات أجنبية. طب لماذا؟ وشو بصير في العالم لو صاروا 17 أو 16 ونص يعني؟ وأخذ مليار وأحطها في مؤسسة وأقول هذه بدي أجيب كمان مساعدات، بدي أجيب مشاركات، بحيث انه تصبح المليار يصبح 3 مليار، بحيث انه بعمل بسموه ليفرجنج هذا، بحيث انه انا اعمل مشاريع ب3 مليار اخلق فيها فرص عمل للناس جديده. هذا الشيء ممكن. فلذلك بساعد انا بدون اني ازعج اضع ضغوط على الدينار، بساعد على خلق وظائف جديده. لماذا؟ لأن العلاقة بين الجيل الحالي والجيل القادم أصبحت مشوشة في الأردن. الآن بدك الجيل الحالي بده يضل يشتغل وبده يزادة رواتب مشان يتولى نفقات الأسرة، بافتراض أنه ابنه مش راح يلاقي أو بنته مش راح تلاقي شغل بسرعة. لكن لو أنا جيت قلت لهم لا، ما بدي أنا أحسن وضع الجيل الحالي، هذا أخذ كفايته. أنا الآن بدي أخذ هذه الأموال الفائضة بدل ما أعطيه إياها ويصرفها على عائلته، بدي أروح أخذها وأحطها في مشاريع مشان أخلق لابنه فرصة عمل أو لبنته فرصة عمل تساعد الأسرة على حل مشاكلها، وأنظر إلى الأسرة كوحدة مش معدل دخل الفرد. لأنه الموازنات المحتقنة في الأردن موازنات الأسر اللي الناس مش لاقين كفاية من دنانير اللي يغطوا نفقاتهم. السبب ارتفاع نسبة البطالة. عندك 400 ألف امرأة في الأردن هي رأس العائلة، هي المعيل الوحيد للعائلة. وبيجي بيقول لي بعدين إنه عدد النساء اللي بيشتغلوا في الأردن 14% من النساء في سن العمل. حكي غلط، هذا إحصائياتنا لازم كمان نظبطها شوي. فلذلك في عنا مشاكل الحقيقة كثيرة، مشاكل اجتماعية، مشاكل كلها بتأثر على نفسية الناس. الضمان العيش الكريم وديمومة العمل وفرصه هي أحسن شيء لكرامة الإنسان، وأن الإنسان في الأخير يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ولقد خلقنا الإنسان في كبد. مين قال هاي الدنيا للراحة أصلا؟ هذه لو بدنا راحة كان ربنا سبحانه وتعالى خلانا في الجنة. لكن المفروض في حلول يعني. لكن في حلول، في حلول طبعا، في حلول. شوية مرونة، شوية اعتماد على الذات. مش معقول أنا أعطل كل أدوات السياسة النقدية حسب ما رأي محافظ البنك المركزي الأمريكي يعني شو بقرر، أو مجلس اللي بيسموه الائتمان الأمريكي. لا يجوز. أنا في الأخير الأمريكان مش ضدهم، بقول لك خليك مرتبط بالدولار، أما ما بقول لك قديش قيمة الدينار بالنسبة للدولار، أنت بتحدد ذلك. اليوم الدنانير سيدي مش موجودة، أصعب شيء تلاقيه الدينار، وعشان هيك بضل سعره عالي كويس. والغلاء في الأردن قديش وليش؟ يعني إذا بتحسب نسبة ارتفاع الأسعار في الأردن لكن ليش الناس بتشوف الأمور غالية؟ لأنه دخلها قليل، عليها مسؤوليات وتوسع حجم إنفاقها. كل واحد بودي ابنه على المدرسة بده يجيب له تليفون، اما لانه فيش مواصلات ممتازه ومنتظمه حتى الان، يعني بنشتغل عليها، فبصير بده سياره. طب بتبطل السياره، صارت شو اسمه رفاهيه، صارت ضروره قصوى. التليفون صار ضروره قصوى، السياره صارت ضروره قصوى. طب بتحسب قديش نفقات هذول المادتين على كل اسره، ناهيك عن القروض واللي بدخن بعدين. طب بعدين ثانيا، هل يجوز اني انا 30% من إيرادات المحلية تأتي من سلع تضر بالمواطن، منها البنزين ومنها، ولذلك إنها شاطرين لما الحكم سهلت عملية شراء السيارات الكهرباء. هلا بقول لك نرفع عليك سعر الكهرباء،
شايف؟ فلذلك الحكومة يعني احنا دايرين في حلقة كأنه ما لناش هم في الحياة، أو الحكومة لم يعد لها هم إلا تحل المشاكل الناتجة عن وجودها. الحكومة غالية كثير مكلفة. المواطن إذا بحسب الضمان الاجتماعي جزء من ضريبة الدخل، المواطن بيدفع حوالي ثلث، أكثر من ثلث دخله ضريبة، لأن الحكومة هذه ضريبة عالية. لذلك سيدي آن الأوان إنه نقعد نتفرج على المفاصل ونستشعر حاجات الناس الأساسية، ونربط مشروعاتنا بحاجات الناس حتى الناس ترضى وحتى تستقر، وحتى نبني كمان علاقة مع الجيل القادم. الأصل في الاقتصاد هو بناء الثروة، هو بناء الثروة. وإذا أنا ظليتني أصرف على الاستهلاك ما في بناء ثروة. عليكم سؤال أخير، ماذا لو جاء دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية؟ كيف سيكون المشهد في الشرق الأوسط؟ أنا شخصيا كتبت مقالا في هذا، نشرته وقلت للعرب ولكل الجهات إنه شجعوا ينتخبوا كاميلا هاريس. ليه؟ لأنه أولا تظهر قوة التصويت العربي والمؤيد لفلسطين والقضية الفلسطينية، والمؤيد واللي بيصير يفهم العالم العربي أكثر. هذا واحد. النقطة الثانية إنه هي يعني راعت في اختيارها لنائبها اللي هو وولتز، اختارت شخصا ما إلوش، لا هو يهودي، شخص فلاح مزارع مواطن عادي، شايف كيف؟ ما إلوش مواقف ضد القضية الفلسطينية معروفة. بينما مثلا تجنبت إنها تجيب اثنين كانوا أقوى المرشحين، هم اثنين من الديانة اليهودية، اللي هو حاكم ولاية إلينوي اللي هو أسرته بتملك كل فنادق الحياة، والثاني اللي هو يعني صحيح قال أنه يؤيد حل الدولتين، لكنه برضه في نفس الوقت مؤيد لأعمال إسرائيل في غزة، اللي هو شابيرو حاكم ولاية بنسلفانيا. فاختارت واحد. معنى هذا إنه أنا بفضل تيجي كاملة، لكن لو أجى ولو أجت هي، مش معناته الدنيا صارت بالنسبة لنا قمر أو ربيع وعسل، لا، هي في تحديات ستبقى، لكن في تحدي أهون من تحدي، في حدا بتقدر تحكي معه. أنا بالنسبة لي كأردن بفضل يجي ديمقراطي الآن أحسن ما يجي جمهوري. الجمهوريين مرتبطون يعني، خاصة ترامب مرتبط في الدرجة الأساسية والكور بسموه، يعني اللي هم المؤيدين المتحمسين له الثابتين حوالي 30%، هم هذول اللي هم معتمد عليهم في النجاح في الانتخابات، هم يمثلون ما يسمى المسيحيون المتصهينون. مش فاهم كيف هذا التناقض يعني، المسيحيون المتصهينون. بس كل شيء بيصير في الدنيا، شايف؟ هنقول حكومة رشيدة برضه، هذا اصطلاح برضه على سبيل المداعبة يعني شايف؟ لكن كيف بكون واحد يعني مسيحي متصهين؟ لا أفهمها. لكن مع هذا هم بقول لك لا، لازم اليهود كلهم يرحلوا على فلسطين وتحقق النبوءة والأرماجدن يوم القيامة يعني كل هذا بيحكوا فيه. طب هذول بأيدوا، هذول من مصلحتي أنا اللي بقولوا إن بدنا نكبر إسرائيل ونوسعها وتضل قاعدة في القدس، ولا أنا مصلحتي لواحد بقول لا أنا منفتح على الحوار وباخذ وبعطي وبدي حل؟ ما بقولش إنه اثنين ملاح إلنا، لكنني أقول أن في حدا بتقدر تحكي معه وتقنعه بأشياء، وفي حدا أبدا شايف حاله هيك. مع إني أنا بعتقد لو رجع رئيس ثاني مرة يكون وضعه مختلف عن المرة الأولى، لكن لا أدري يعني، هذا الرجل غير قادر على التنبؤ به أحد، يستطيع أن يعرف كيف يفكر. الآن إذا أجى ترامب المضبوط، إحنا يعني أنا بركن دائما على سياسة الملوك الهاشميين، لأني تزاملت مع المرحوم جلالة الملك وأعرف كيف كان عنده قدرة على اختراق الحواجز والسياسات ومختلف الطبقات السياسية في داخل واشنطن، وكذلك قدرة الملك عبد الله على هذا لا تقل، يعني بالعكس، هو يعني في بعض الأحيان كان ناجحا جدا في ظروف أصعب،
من أنه يصل إلى تفاهمات مع الكونغرس الأمريكي على جانبي على جانب يعني الجمهوريين والديمقراطيين. ولكنه سيشكل لنا تحديا أكبر في الأردن. أما قديش راح يكون عنده قدرة يعني يسيء للأردن لن يقللوا الدعم للأردن. أنا بعتقد يعني هو مش راح يعمل شيء. أنا كل خوفي عليه من قراراته تجاه القضية الفلسطينية ومراعاته لإسرائيل والمتطرفين في إسرائيل في هذا الشأن. الرئيس بايدن وكاميلا هاريس على الأقل ورجوا شوية لما راح لأمريكا، ما حضروش خطابه على أقل تقدير يعني، بس بيقدروش يقولوا لا بدناش نقابله. وزيارته كلها أصلا زيارة فاشلة واستعراض كان. ونتيجة لذلك شوف لاحظ امبارح مهرجان الحزب الديمقراطي مقارنة بمهرجان الحزب، لما اجتمع الحزب الجمهوري وقرر انه بده هو يعني خلص سيطر على الامور وانه مجبر حاله وانه الرئيس بايدن خسر النقاش امام الرئيسة، فكروا الجمهوريين حالهم ضمنوها. فاجتهم المفاجأة انه بايدن انسحب، اجت كاميلا هاريس، اجت اعادت ما يسمى الدفء والحرارة في الحملة الانتخابية على هذا. فلذلك الآن المجال مفتوح للتنبؤ. إذا أجت كاميلا هاريس أعتقد المشوش الوحيد اللي راح يظل أمام مسيرة سلمية الحقيقية إن شاء الله هو الحكومة الإسرائيلية الحالية ورئيس نتنياهو. معاليكم كل الشكر لكم. أهلا. ونتمنى منكم لقاء آخر وجديد لبحث وفتح ملفات أخرى، لأن لديكم العديد من الملفات التي تستحق الحديث فيها. أعزائي المشاهدين، كنتم في برنامج بصراحة مع الحياة. سنعود إليكم من جديد قريبا في لقاء جديد، وشكرا لكم.